هذا اللي بقي من ذكرى البقرة اللي دخلناها الشهر الماضي، واليوم حندخن حيوان بنفس الحجم وحنحشيه حيوان تاني، وكده بدأت القصة. There's a guy right over there. That's a mailman. That's our mailman. Hi, how are you? الو. هلا علي، كيف حالك حبيبي؟ شو الاخبار؟ بخير والله، تمام الحمد لله. اسمع الحين عدى شهر على موضوع البقرة، صح ولا لا؟ عدى عليها شهر. ايوه. طيب ايش الجديد اللي حنعمله؟ ايش الجديد؟ انا جايك، مو انا مكلمك مخصوص عشان اقول لك ايش الجديد. الجديد الحاشي. حاشي؟ ايوه حاشي. هذا هو الكلام. لا، مو انا مكلمك عشان خاطر موضوع مهم، الحشوة حقة الحاشي. انا ظبط لك احلى حشوه. لا ما عليك انت سيب الحشوه عليك. لسه حننزل نجيب الحاشي من منطقة معينة كده، شيء مخصوص انت، زي ما جبنا البقرة طبعا، مو اي نوع. خلاص أوكي. استنى منك تليفون. يلا يعطيك العافيه. يلا سلام عليكم، شوفك حلو. سلام. حاشي يا عمي، دخلنا بقر، دخلنا ضلوع، دخلنا بريسكت. انا دخلت ارانب طبعا، بس مع السوبرفيجن حقه كان مشرف على الموضوع. بس دحين يقول لي حاشي. والله بفكر احشيها حيوان تاني، دجاج، ما ادري، بس حفكر في حيوان واخده معايا. ولا اقول لك نحشي الحاشي خروف. وأخيرا جاء موعد تدخين الجمل. طبعا ما حد عارف فيهم إني أنا معايا خروف وحنحشيه جوته وخليها مفاجأة في الأخير. بس في الوقت ده طبعا جيت على عم خليل، وزي ما انتم شايفين البقرة اللي دخلناها آخر مرة بجيت أساعدهم ونظبط الأمور، ولين ما يجي وقت الحشوة حروح وأجيبها. وما عندنا وقت، حندخن جمل يوم كامل. عم خليل ما شاء الله تبارك الله جاب الولاعة حقته وبدأ يولع في الفحم عشان يجهز السموكر إنه ندخل فيها الجمل. عم خليل، ايش المرحله اللي وصلنا لها الان؟ انت شفتك حطيت الحطب اول؟ حطيت الحطب اول وحركته. اوكي. بعد ما حركته تحول الحطب عندي الفحم وبدأ يكون فرشة زي ما انت شايف. ايه. هذه الفرشة هي اللي حدخل عليها الحطب اللي حستخدمه في التدخين. يعني هذا اوريدي بيديني نكهة التدخين، لكن مو زي لما يدخل الحطب الجديد. فاهم علي كيف؟ فهي الان جاهزة انك تدخل فيها الحطب. هل الفاير بوكس قاعد ينتج دخان ولا قاعد ينتج نار؟ قاعد ينتج نار، معناته الزيوت اللي انا دحين قاعد اشوفها والدخان ده اللي انا قاعد هو بواقي الزيت اللي ايش؟ محتاج انه ينحرق عشان ينزل وخلاص نتخلص منه. خلاص. شوف انت طالع فوق، شوفوا كيف ثقيل. ايه هذا هو باد سموك احنا نسميه، او زيت محروق. فيقعد الزيت المحروق ثقيل، ما هو زي هذا. انا نصل لمرحله تصفى السموكر لدرجه انك ما تعرف هي شغاله ولا مطفيه. اوكي، يصير الدخان شفاف يعني ما تلاحظه على طول. لكن الى الان هذه، عشان كده نحن في شغلنا يمكن نقعد نحرق حطب بقيمه 500 ريال انا نصفي السموكر تماما. بس انت ليش بتسوي كده؟ انت تبغى جوده، اكيد تبغى نكهه الحطب الحقيقيه هي اللي تظهر. لا تبى تدخل دحين لحمك وتشممه زيت محروق. بلا صح، نبغى لحمة عم خليل عشان نوصل لحمة عم خليل. الله يعلي مقدارك يا علي. الله يا سيدي. والله يا راسي صار قد كده، ما نعرف كيف حدخل البيت. في الوقت ده رحت نقص سريع على الملحمة عشان أجيب نص الخروف اللي قلت لكم عليه ورجعت. حبيبي يا ابويا، الساعة شوف صارت كم؟ من اول ما نمتي فين الحشوة؟ تبغى حشوة انت؟ ايش لك ليه احلى جايبك حشوة، ما عليك احنا اوريك اياه. ايش هو ده اللي ضبط لك احلى حشوة. لا يكون اللي في بالي حسبك تمزح ذاك اليوم. يوم البقرة ايش قلت لك انا؟ يوم البقرة حنجننهم. ها؟ حنجننهم صح؟ ايه. وقلت لك المرة الجاية اللي جبنا جمل ايش حنسوي؟ فكرني؟ حنحشي حشوة مختلفة. وهي ايش؟ ما انت فاكر؟ قلت بس حسبك تمزح. انا قلت لك حنحشي البقرة او نحشي الجمل لو حنعمله حنحشيه خروف، وجبت لك احلى نص خروف. تعال يا علي شوف والله جبت لك نص خروف كامل. حسبك تمزح يوميها. نص خروف كامل حندخله جوه الجمل. طبعا ما يحتاج اعرفكم عن خليل، بس هنا عندنا برضه حبيبنا وليد حيكون معانا في الفيديو اليوم، وحنعمل جمل مدخن محشي ايش؟ خروف. تعالوا شوفوا الخروف يا جماعه. الخروف حيتدخل. ايه محشي خروف اكيد. المره هذه انا قلت التتبيله حسيبها عليك. جبت لك الخروف، حنجيب دحين زيت الزيتون اللي قلت لنا عليه، حنحط عليه التبيره، بعدين نحشيه فين؟
في الحلاوه دي. علي انت تمزح يا علي. استنى كت ايش يا ابوي؟ ايش هذا؟ خلاص كده وقف يا ابوي، بطلنا نحن من الموضوع ده. متحمس؟ يلا متحمس يا وليد؟ متحمس على اخر. انا متفاجئ بصراحه، ما اتفقنا على كده لكن توكل على الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه هي البهارات اللي حنستخدمها. عم خليل كان بيقول لي انه فيها زيت طبعا وبهارات، قلت له حتعمل فيها حاجه. شوف انا اللي عملته اني انا تبلت هذا الزيت. ايوه. فباختصار بسيط انا هاخذ الزيت وانا هاخذ البهارات هنا. وانت حتاخذ البهارات اللي هبطت تحت. ايوه. فهمت علي كيف؟ أخذ. البهارات اللي هبطت تحت حتتبل بيها الخروف وحنتبل بيها بطن الجمل. اوكي، والزيت اللي فوق المتبل ده وانا هاخذ الزيت اللي من برا واسوي بيه زي كده. ادونا كده كلوزات جوا كده. بنبهر كثير جوا البقره جوا الجمل، ما انا عارف المره الجايه ايش حنبهر. اوه شايل لك هي يا علي يعني ايه؟ شايل لك الشغله الجايه باذن واحد احد. باذن الله يا رب. ترى ما شاء الله تبارك الله جوا كانها خيمه. ما شاء الله تبارك الله. كبير يا علي صح ما شاء الله الجمل؟ لا ما شاء الله. بس عاد ايش؟ هذا عمره كم ده؟ لكن في نقطة مهمة، حتى لو عمره مليون سنة وحتى لو كان قد الجبل، ايش معانا نحن؟ ما نخلص المهمات هذه غير المداخل اللي زي اللي وراك ما شاء الله تبارك الله. اللي سموكر قناعة. هذا عارف يا علي تصميم خاص للعم خليل. عم خليل يقول حكاني قد ايش هو ما شاء الله تبارك الله تعب معاكم عشان تطلعوا زي ما تقولوا والله هم اللي تعبوا معايا، مو انا اللي تعبت معاهم. انا انا تمنيت وهم حققوا الامنيات. الحمد لله انه وصلتوا للمرحله هذه، وان شاء الله طبعا هذا اقوى اختبار للمدخنه دي. حنشوف. وانت كمان زدت صعبت الاختبار طبعا انه كيف. طبعا انا حاجي اختبر ببلاش، حختبركم مظبوط. يعني كيف انه فعلا انه هذا السموكر ان شاء الله حيتخلل الدخان وحيتخلل الحراره، بحيث انها كمان مو تطبخ الجمل من جوا، لا وتطبخ جواته كمان خروف. واللي حابب يشيك على قناة مصنع القناعة حيلاقي الرابط في الشرح. وجاء وقت زي ما انتم شايفين ندخل الخروف جوة الجمل. خلاص دخلناه بالطريقة هذه، وحنبدأ دحين نقفله، وحنجيب سلك نحاس قلنا مجهزينه، وحنبدأ نربط في بطن الجمل مظبوط إلين ما نتأكد إنه كل الفتحات اللي خرجناها غطيناها وتقفل معانا تمام. ليش؟ عشان يطبخ معانا الخروف طبعا بالبخار اللي حتكون جوا، وتاني شيء طبعا لا يفلت معانا. وشلنا الجمل بما حمل ودخلنا له سموكر. قول لنا هاي حتقعد معانا كم؟ والله مو اقل من 20 ساعة. 20 ساعة. ويمكن ليه صعبت علينا الموضوع؟ لانه جوا في خروف. جماعة جوا هنا في خروف، يعني ملاحظين؟ جوا هنا في خروف محشي جوا الجمل ده. راح ان شاء الله حيطلع معانا شيء حلو باذن الله. طبعا يعني لو قوينا الحرارات حنسوي الاجزاء الخارجيه. ايوه. احنا قدر الامكان الان مهمتنا هي فتح هذه المسامات عشان خاطر تتخللها الحراره لداخل جسم الخروف. لو شدينا اللي داخل جسم الجمل، لو شدينا بالحراره مره حنقفل المسامات دي. وعندنا الجمل جاهز انه يتدخن، والحطب قد تجمر، ونحط قياس الحراره في اللحمه عشان نقيس حرارتها. نشوفك وقت ما تخلص انت والخروف. حناكلها بالحطب كل كم تقريبا؟ والله يعني سموكر القناعة سموكر معزول، فاستهلاكك للحطب زي ما انت شايف هنشتغل على اوصال زي كده. ممتاز. تخيل اوصال زي كده لسموكر كبير. يعني كل ساعتين واحدة؟ لا طبعا مو كل ساعتين واحدة، يعني تقريبا في البداية كل 45 دقيقة واحدة. يعني أنا نبتدي يتكون عندنا رصيد من الحطب المحروق اللي صار حطب. الجمر صار جمر. اي. ونبتدي شوية شوية يعني حسب احنا احتياجنا لدرجات الحرارة. ممتاز. حيكون لكن بمعدل كل 45 دقيقة إلى 35 دقيقة وصله في هذا الحجم. خلاص عم خليل حنرجع لها إن شاء الله بعد كم دحين؟ على ما يقولوا الأمريكان باربيكيو ريدي وين اتس ريدي، يعني الباربيكيو يخلص لما يخلص.
طب يعني ولكن الوقت المتوقع انه لن يقل عن 20 ساعة باذن الله. بس حنرجع لها ان شاء الله بعد 4 ساعات 5 ساعات عشان طبعا عشان نبتدي نعمل عملية ترطيب مرة ثانية للجسم. ايه ونشوف تقريبا كيف اللون، ونبتدي نتحكم في درجات الحرارة بناء على التصاعد. إذا حسينا التصاعد سريع هنبتدي نهدي، إذا لقينا اللون بدأ ياخذ بسرعة هنبتدي نهدي، لكن عموما يعني ما تصور إنه أقل من 20 ساعة. ومنك نتعلم يا عمي. الله يسلمك. بعد 4 ساعات بسم الله ما شاء الله. طبعا لسه ما أخذت اللون كامل بس بدأ طبعا ياخذ من هنا ما شاء الله تبارك الله. يعني الحمد لله والشكر لله. عم خليل الحطبات هذه حطيناها عشان نثبتها. هذه الحطبات انا حطيتها عشان خاطر انه مش عارف انه ممكن يكون في ميلان ايه فيها، فقلنا خلينا نكون يعني نسبق الوضع ونسند من يعني جو هنا في حطب صح؟ جوا في حطب طبعا متقسطر على اساس خاطر انه يسند الجمل عشان نضمن السوى المتوازن من كل الحتت. اوكي تمام 100%. تمام. الان انتم زي ما انتم شايفين انا حبتدي عمليه الرش، وعمليه الرش عندي بمجرد مويات بس مويه بس مويه لا اكثر ولا اقل. خليل دحين الساعة 9 دخلناها، الساعة 1 الآن شيكنا عليها ورطبناها، ما باقي علينا اللي نشوفها متى؟ والله ابتدت الزيارة الجاية حتكون على الساعة 7 صباحا. 7 صباحا 6 ساعات. 6 ساعات عشان نشوفها. طبعا احنا حيتخللها ان احنا نفتح السموكر الساعة 4 الفجر كمان وندي رشة، لكن الموية الآن احنا ما هي بالنسبة للترطيب يعني ذا أهمية لسبب واحد، لأني ماني شغال على الحرارات اللي ممكن انها تاثر، ولكن انا بفك عشان ايه؟ عشان اشيك ايش الحتت اللي اخذت لون زياده عن الحتت الاخرى ونقصرها، وطبعا اعالجها زي ما انا قلت اول لما فكيت السموكر. صح. فالتتابع اللي انا متوقعه للقسطره زي ما ابتديت بالديل حبتدي بعد فتره بالموز حقته، صح. بعدين حروح على الظهر، اخر شيء حيغطي الضلوع. حلوين. وعشان اختصر الموضوع، مرحلة تدخين الجمل المحشي خروف زي ما شفتوا بعد 4 ساعات فكيناها أخذت لون مرة خفيف، ومع الوقت حتبدأ تغمق معانا كل شوية، ولما نشوف أي جزء في الجمل غمق زيادة نبدأ نقصره إلين ما نوصل ل 24 ساعة ونوصل لدرجة حرارة 205 فهرنهايت. أشرب الشاي عم خليل من حقك. خلاص مرت كم تقريبا دحين معانا ما شاء الله تبارك الله. بالضبط الساعة كم دحين يا شباب؟ 9 24 ساعة إلا 4 دقائق. يعني حتكمل معنا 25 ساعة طبعا لأنه لسه بعد نحن ما حنحط الليكويد جولد. عندنا هنا التبهيرة هذه بالزيت والبهارات، وبعد كده نقفل عليه عشان تعظم عليه. خلاص يعني حسيبها 45 دقيقة الساعة صح؟ 45 دقيقة إن شاء الله بإذن الله. وشوفوا معانا منظر الجمل بعد ما تدخن 24 ساعة. شايفين العظام اللي فوق كأنها ديناصور ما شاء الله. المنظر يحكي لحاله. زي ما قال لكم عم خليل السائل ده يسميه السائل الذهبي. ليش؟ انه فيه له بهارات وفيه له خلطة معينة حطيناها فوق الجمل، حنخلي الجمل يطبخ لمدة 45 دقيقة بكثير، يدوب بس تمسك الخلطة هذه على اللحمة وحنطلعها. وعم خليل ما يقدر طبعا يستحمل يشوف المنظر العظمة كده طالعة وما يسحبها، راح سحبها وشوفوا منظر عظمة كتف الجمل. ايوه انت يمين يا خالد. ما شاء الله يا خالد، الله يعطيك الصحة يا خالد حبيبي. ايوه هذا شغل يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. يلا على جوا على جوا على جوا ما شاء الله تبارك الله. روحوا تمام باين الصوت. ايوه القرمشة ولا احلى يا عم خليل. من ورا اول شيء ناخذ دي كده. لا سمعني الميوزك تاني. هذه حنخطها هنا، وهذا الدين نجيبه كده وناخذ. اسمع الميوزك. يا سلام عليك يا عم خليل. فرج. ما شاء الله تبارك الله. شايفين الجمل يا جماعة؟ الله ما شاء الله تبارك الله. وعلى طول اروح رامي على هناك. الله. هذه يبغى له بس طحين. ايوه ناخذها قطعة كبيرة عم خليل ونحطها فوق الرز. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. هذا الظهر طبعا. اوه
ما شاء الله تبارك الله. الله 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 الله. شيل هذه المناديل. السلسلة راحت والفتايل. الله الله. وابغاكم تشوفوا معانا منظر الفخذة هذه. يعني يا جماعة ما اوصف لكم قد ايش هي مقمرة من برا والطعم جبار، ولما بس يحركها شويتين بوب تفك عن العظم. خلينا اشيل الاضلاع دي كده. يا سلام. خلاص يا عباس اللي شافه. لحمة. طلع على طول. ايوه في خروف. وهذه عظمة الكتف حقت الخروف. شوف الفرق ما بين كيف الجمل تدخين جوا تدخين. اللي على اليمين ايش هذا يا عم خليل؟ هذا عظمة الجمل وهذه عظمة الخروف. لكن خلوني دحين ايه اكون زي دكتور الولادة ها واطلع الجنين. يا سلام. شوف الخروف. لا ومحمر كمان. ومحمر هذا الخروف. شوف الخروف كيف بينقط. شوف الجوس شوف الجوس شوف ما شاء الله الجوس تبارك الله. شوف الجوس وعلى الصحن. يا خرجت سلام. كيف هذا الفخذ. كتف الخروف. كتف ده الله ما أكبر. شاء الله تبارك الله. شوف كيف كتف الخروف. هذا يا جماعه اللي كان جوه الجمل، يعني حتى اللي جوه الجمل انهرى. ايش اللي قاعد يصير يا علي؟ شايف؟ علي. ايش اللي قاعد يصير؟ شايف؟ يا علي. محمود. شيء من منور كيف؟ الحمد لله بالله ما شاء الله كيف؟ تبارك الله، غير عن اي حاجه اكلته في حياتي. يلا يا عباس حبيب قلبي. نورتنا. ما شاء الله تبارك الله. كيف بالله شايف الموضوع؟ كون انه حاشي مدخن. حاشي ايش مدخن؟ اكلنا الحاشي ومحشي ايش؟ محشي خروف يا جماعه، على قولة عيدو حاشي اكل خروف. ما شاء الله تبارك الله. عزيز ايش رايك؟ شيء جبار بالامانه. والله الحاشي بالنسبه لي لازم البقره بمليون مره نفس طعم الخروف. ممتازه صح؟ جبار. حبيبي نورتني والله نورتني. نحاول نشيل القدر عشان حنبدا ناكل ان شاء الله الان. كده ايوه قدموا كده. يا سلام. حبيبي وعمي عم خليل، يعني مهما اقول لك في كل فيديو بنعمل مع بعض بنتعلم اشياء كثيره. حبيبي اوكي، ويعطيكم العافيه يا جماعه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا في الفيديو اللي عملناه اليوم، واذا عجبكم لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وبرضه هحط لكم حساب عم خليل تحت. اهم شيء تروحوا عنده تعملوا له فولو وسبسكرايب. اتمنى انكم تشرفوني في هذه اكيد القناه. اكيد. كمان شرفني اليوم حبيبي عيدو. اللي ما يعرفوا كثير ترى انا وخليل اخوه من زمان، من عيله، احنا العوائل اخوان كلهم اصحابي. والله جيت حتى كلمت علي قلت له انا ما حاجي ما حاكل بس وقال لي اطعم التجربه. شكرا انهم خلوني اكل جمل لذيذ رهيب فظيع. هذه ثاني مره تثبت انك انت ما بتسوي شيء تشو، انت بتثبت حاجه انك انت بتاكل شيء رهيب. لا لا طعم روح لا ما تاكلوا. هذا تيست، هذا تيست يقول عليه. والله الجمل تبارك الله. الله بالعافيه. شوف اللون. خله وعلي والشباب كلهم هنا ترى اخوان لاجل علي يلا يعطيكم العافيه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. نشوفكم على خير في حلقه جديده. انا كنت معكم علي باشا، سلام.